بشكركم وبشكرهم، ولنا عودة مع الفنان مايسترو شريف عزت، ولكن نعود إلى اللقاء الآن. هو اللقاء مفتوح، ولكن ضيف هذا اللقاء الكبير دائما خلقا وقامة وابداعا الأستاذ محي الدين صالح، سكرتير عام وزير الإسلام. حضر الآن ومنذ ثواني الأستاذ الدكتور إمام الحركة الأدبية والثقافية في الإسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد زكريا عماد. والآن قبل أن نلتقي بكلمة الأستاذ الدكتور محمد زكريا عماد، لا احنا نبدأ نكون صراحة كده مع بعض. الأستاذ محي الدين صالح، نبدأ بالأستاذ محي الدين صالح عشان نستمتع به، وعاوزين نصنع شاعرا يا جماعة مش إداريا. هو شاعر كبير على فكرة ومتواضع جدا لأنه بيعطي وقته للآخرين، فآن الوقت أن نستمتع به شاعرا قبل أي شيء آخر مع الشاعر المعروف الأستاذ محي الدين صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وحقيقة كانت هناك كلمة قبل أن أبدأ في الشعر، لأنني حينما أدخل إلى الشعر فينبغي أن تتواصل القصائد من الجميع، فحتى لا أبدأ شعرا وأقطع الوصلات بكلام نثري ثم نعود إلى الشعر، فأستأذنكم في كلمات موجزة ثم الشعر. الكلمات الموجزة عن أهمية الأدب الإسلامي وضرورته. لماذا الآن؟ لماذا لم تطرح قضية الأدب الإسلامي ومصطلح الأدب الإسلامي منذ عقود، مع أن الإسلام أكثر من 14 قرنا من الزمان؟ ولكن هل الأدب الإسلامي جاء فجأة مع الإسلام أو مع المصطلح، أم أن المسألة أكثر؟ الحقيقة أن هناك إرهاصات ومقدمات مهدت للأدب الإسلامي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى سنته في كونه أنه يمهد لكل شيء، فمجيء الإسلام مهد له بهزيمة جيش أبرهة، مهد له بأن تجف بحيرة الساوة التي كانت تعبد، مهد له بإطفاء نار المجوس التي كانت تعبد. والأدب الإسلامي أيضا كان له مقدمات. على سبيل المثال قص بني ساعدة أو قص بن ساعدة الذي قال: في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصالح، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصابر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صابر. ألم يكن هذا الكلام تمهيدا لقضية جديدة ستطرح من خلال الأدب؟ أيضا نجد عنتر بن شداد وهو مات قبل الإسلام، حينما يقول: وأغض طرفي إن بلت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قبل الإسلام. زهير بن أبي سلمى حينما يقول: فلا تكتمون الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب ليدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي، أو يعجل فينقمي. هذا معطيات إسلامية نعتبرها إرهاصات مهدت للدعوة الإسلامية ومهدت للأدب الإسلامي. بعد ذلك يأتي شعراء الإسلام وكلنا نعرف تفاصيلهم: حسن بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وكعب بن مالك وكل هؤلاء الشعراء، إلى أن وصلنا إلى مرحلة في الفترة الأخيرة تقريبا في المرحلة التي بدأت في بدايات القرن العشرين، حينما ظهرت اتجاهات أدبية كثيرة وافدة ومغرضة.
أنا لا أقول الشكل الأدبي، ولكن المضامين الأدبية التي وصلت إلينا من الشرق أو من الغرب كانت مضامينها فاسدة مفسدة، فكان لابد أن يظهر التوجه الإسلامي من خلال الأدب. إذن المصطلح فقط هو الجديد، إنما الأدب الإسلامي أقدم من كل التوجهات الأدبية التي ظهرت في الساحة. في المعازم ما هو الأدب؟ لا علاقة لنا بتفسيرات الغرب بالأدب. الأدب في المفهوم العربي أن تأدب الناس إلى المحامد وتنهاهم عن المقابح، هذا هو الأدب. والعرب كانوا يطلقون كلمة الأدب والأديب والآدب على كل من يبذل الخير، فإذا بذل الخير لطعاما أصبح آدبا وما قدمه للناس مأدبا، وإذا قدم أدبا فكرا علما أصبح أديبا وما قدمه للناس أيضا مأدبا. ولذلك حينما جاء القرآن الكريم وهذب قلوب البشر أو قلوب من آمنوا بالقرآن الكريم سمي القرآن مأدبة الله للعالمين. إذا وظيفة الأديب بذل الخير للناس. والأديب يكتب شعرا أم نثرا، هذا الذي يكتبه يدخل إلى بيوت الناس، وبذلك أصبح هذا الأديب جليسا لمن يقرأ الكتاب. معنى ذلك أن هذا الأديب وبما يكتبه ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالذي يكتب أدبا هادفا قيما جليس صالح، والذي يفعل غير ذلك جليس سوء. ثم حينما قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، والآيات المعروفة. كانت الساحة في ذلك الزمان الساحة الأدبية كلهم شعراء، فقال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون والآيات المعروفة. فإذا استجدت إلى الساحة الأدبية ألوان أخرى قصة قاصون ونافعون وكتاب مسرح وكتاب رواية استجدوا على الساحة، معنى ذلك أن الآية تنسحب أيضا على هؤلاء، فالكتاب والقاصون والروائيون كلهم غاوون وكلهم في كل واد يهيمون، ويستثنى منهم من استثني من الشعراء إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا في بعد المنصرون. ثم بعد ذلك أهمية الأدب. الأدب هو الذي يشكل وجدان الناس، ولذلك جاء فيما روي عن كونفوشيوس قال: لا يعنيني من يكتب للناس قوانينهم، ولكن يعنيني من يكتب لهم فنونهم وآدابهم، لأن الفنون والآداب هي التي تشكل وجدانيات الناس. فإذا كانت طائفة الأدباء يتحملون المسؤولية في تشكيل وجدانيات الناس، عليهم أن يكتبوا أدبا هادفا بشكل طيب مقبول. أما أن يكتب الفحش وما إلى ذلك تحت مسمى الأدب، فهذا لا يسمى أدبا حسب العرف العربي الإسلامي. وهناك أيضا فيما يتعلق بالأدب، الأدب هل هو غاية في حد ذاته أم وسيلة؟ الأدب وسيلة وليس غاية. إذن الغاية التي نريد أن نصل إليها هي بذل الخير للناس من خلال الأدب. الأدب وسيلة وليس غاية. فإذا كان بعض الناس الذين لا يهتمون بالشكل الأدبي يقولون عن النظم أو عن بعض الجهود التي يبذلونها للوصول إلى الخير ويقولون الغاية تبرر الوسيلة، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة إطلاقا نهائيا. وورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليه رجل قال له: إنني أتاجر مع الله. كيف؟ قال: أسرق شيئا من فلان فتكتب علي سيئة، وأتصدق بها إلى فقير فتكتب ب10 حسنات. غاية تبرر الوسيلة.
فقال له سيدنا علي رضي الله عنه: لا، سرقت من هذا فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها لهذا فلم تقبل منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا وسيلة، الأدب وسيلة، هذه الوسيلة لابد أن نعتني بها شكلا وموضوعا. ومعذرة لو كنت أتعجل في الكلام حتى لا أثير عليكم أكثر مما ينبغي. نعم. الله يبارك فيك. كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأدب أيضا، الفرق بين الأدب الإسلامي والآداب الأخرى بالذات الأدب الغربي. الأدب منتوج حضارة، فالحضارة التي تبنى على أخلاقيات تنتج أدبا طيبا، والحضارة التي تبنى على أخلاقيات مهدمة تنتج أدبا فاسدا. فإذا قارنا بين الحضارة الأوروبية والحضارة العربية منذ القدم مثلا، الحضارة الأوروبية كانت عندها نظام معاقبة الخارجين على القانون برميهم بالأسود، والناس في استاد يتفرجون على الأسد ينهش لحم هذا المغضوب عليه. هل هذه آدمية؟ الآن مصارعة الثيران ليست آدمية، المصارعة الحرة ليست آدمية. كل هذا منتوج حضارة. هذه الحضارة حينما تنتج أدبا ماذا تنتظرون؟ ولكن إذا أردنا أن نعود إلى الأدب الإسلامي، ما بالكم بحضارة مبنية على العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مبنية على أن أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عن من ظلمني، مبنية على الرفق بالحيوان، لدرجة أنه جاء حديث أن يوم القيامة تقتص الحيوانات من بعضها البعض. هذه الحضارة إذا أنتجت أدبا لابد أن تنتج أدبا قيما له قيمة شكلا وموضوعا. وكلمة ختام، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا الملكات، ملكة الشعر، ملكة الرواية، القصة. هذه الملكة اكتسبناها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوهب هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أما هذا الإنسان الذي آتاه الله هذه الملكات شعرا ونثرا وقصة ورواية ومسرحا ولم يلتزم، فيعود إلى قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث